كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي عن أحقية النادي الأهلي في ركلة جزاء أمام الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب حماد العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكم تغاضى عن احتسابها رغم وضوحها. وقال الشناوي في تصريحات تحليلية للمباراة: ركلة جزاء مستحقة لم تحتسب للنادي الأهلي أمام الترجي، مضيفا: هناك إعاقة واضحة لبن شرقي من لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء، وكان لابد من احتسابها لصالح الأهلي. ركلة جزاء الترجي غير صحيحة. وأكد الشناوي أن ركلة الجزاء التي احتسبت للترجي في الدقيقة 72 والتي سجل منها محمد أمين توغاي هدف المباراة الوحيد غير صحيحة على الإطلاق. وأوضح: الكرة لمست محمد هاني في الجزء الذي لا يعاقب عليه القانون بالكتف وليس باليد، وهذا الأمر اتضح جليا من خلال زاوية الإعادة. وتابع: كذلك الكرة لمست محمد هاني بشكل مفاجئ، واللاعب لم يكن متعمدا كونه كان في حالة تنافس على الكرة مع لاعب الفريق الخصم. اتهامات للحكم عيسى سي. واختتم الشناوي تصريحاته بالحديث عن حكم المباراة قائلا: للأسف عيسى سي من الحكام المشبوهين في إفريقيا، والذين عليهم عدة علامات استفهام كثيرة، وكان لزاما على حكم تقنية الفيديو إعادة لعبة محمد هاني من أكثر من زاوية لحكم الساحة.